السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ النهاردة هنعمل وصفتين مع بعض يعجبوكم جدا، وهي كيكة البرتقال مع بسبوسة بالمكسرات. ان شاء الله الفيديو يكون سهل ويعجبكم باذن الله، وكلكم تعجبكم الوصفة النهاردة. ادي البسبوسة وادي الكيكة. يلا مع بعض نشوف المكونات ونشوف المقادير. ادي حبايبي المقادير اللي هنعمل بيها الكيكه والبسبوسه بتاعتنا النهارده. هبتدي الاول بالكيكه وبعد كده هنبتدي بالبسبوسه. زي ما انتم شايفين المكونات اللي عندي بتاعه الكيكه. هنقول الاول مكونات الكيكه. زي ما انتم شايفين معايا كوبايه لبن، ومعايا نص كوبايه زيت، ومعايا كوبايه سكر مليانه، ومعايا بيضتين، ومعايا كيس تانج برتقال. ده اللي هنحطه عشان يدينا طعم البرتقال. وكمان معايا برتقال انا كنت مجففاه وضرباه في الكبه زي ما انتم شايفين. انا ممكن اكتفي بيه لوحده وبعمل فعلا بيه الكيكه لوحده، بس حبيت اوريكم برضو اللي ما عندهاش برتقال دوت اللي هو الجاف تحط بودره التانج. ومعايا نص كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا، وهيبقى معايا معلقه خل كبيره، وكمان هيبقى معايا كوبايتين دقيق يا حبايبي. اول حاجه بقى هنعملها، انا هجيب الدقيق بتاعي كوبايتين الدقيق وهبتدي انخلهم. اول حاجه معايا لازم تنخلي الدقيق عشان خاطر تدخلي فيه هواء، ويبقى لما تعملي الكيكه تطلع لك كده هشه، ما تبقاش مكتومه منك. ادي كوبايتين الدقيق بالمج العادي يا حبايبي بتاع الشاي اللي بتشربوا فيه، طبعا موجود في كل بيت. ننخل بقى كوبايتين الدقيق كويس. اهو يا حبايبي بعد ما نخلته، بعد كده بقى احط عليه المواد الجافة اللي عندي. اول حاجة هنزل بنص كيس البيكنج باودر. عايزة تحط الكيس كله مفيش مشكلة، مش هيخسر، هتبقى حلوة. بس انا عشان هو كيس اللي عندي فقسمته ما بينه وبين البسبوسة، يعني نصه على الكيكة والنص التاني هحطه على البسبوسة. وكمان تحطي كيس الفانيليا. هو طبعا المفروض اللي تحطيها مع البيض في الخلاط، بس انا حطيتها نسيت مع الدقيق، مفيش مشكله. بعد كده جبت كيس التانج وفضيته بقى مع الدقيق، واحط معلقه من البرتقال اللي انا جففته وضربته ده في الكبه. تقدري تعمليه لما بيبقى موسم البرتقال، القشر بدل ما ترميه تجففيه في الشمس كويس، وبعد ما تتاكدي ان هو نشف خالص تضربيه في الخلاط. وفي ناس بتنشفه في فرن البوتاجاز، بس ساعات بيحروق كده وبيسود، فلو هتعرفي تعمليه وتاخدي بالك منه مفيش مشكله. انا بسيبه في الشمس لان طبعا انا عندي الشمس جامده جدا في الصيف، فبحطه كده في حاجه كبيره وبحطه بينشف معايا. بسيبه 3-4 ايام كده لما يقرمش معايا، بعد كده بضربه في الكبه. ممكن تنعميه كمان اكتر، بس عموما هو ما بيتعمل في الكيكه ما بيبانش، بس بيبقى ريحته فظيعه. قلبت المقادير طبعا كلها مع بعض وحطيت ذره ملح اهوت. بعد كده بقى ضربت المقادير السايله في الخلاط اللي هي اللبن والزيت والسكر والبيض ومعلقه الخل، ضربتهم كويس. بعد كده نزلت بقى بيهم على الدقيق بتاعي، وتن اقلب في اتجاه واحد لحد ما الدقيق يختفي والمقادير كلها تمتزج ببعض. اهم حاجه ان انت تقلبي في اتجاه واحد. بعد كده بقى مجهزه القالب اللي هعمل فيه الكيك، دهناه زيت ومبدراه بالدقيق. هنزل بقى بالكيكه بتاعتي فيه واخبطه كده على الرخامه خبطتين عشان خاطر الكيكه تتساوى، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. وهندخله الفرن يكون سخن الاول على درجه 170 في الشبكه اللي في النص. دلوقتي بقى هبتدي الاول قبل ما اعمل البسبوسه هجهز الشربات بتاعها. انا بعمل الشربات كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، بسيبهم اول ما يغلوا على البوتاجاز بنزل عليهم بعصرة ليمونة واروح موطية عليهم واسيبهم حوالي 3 أو 5 دقايق كده يغلوا على نار هادية، حوالي 5 دقايق وارفع عليهم.
بعد كده بقى هجيب بقى السميد البسبوسه بتاعي. انا عامله هنا بكيس بسبوسه حلو الشام، بس انا قسمته بصراحه لاني ما بحبش اعمل الصينيه بحالها وتبات لتاني يوم. الحلويات حلاوتها ان هي تبقى في نفس اليوم، فانا بعمل هو الكيس فيه كوبايتين مجين كده مليانين، فانا اخدت كوبايه واحده وحطيت عليها نص كيس البيكنج باودر اللي عندي، وهنزل عليهم بمعلقتين سمنه سايحه، وهجيب بقى كوبايه زبادي بلدي وانزل بيها على البسبوسه بتاعتي او السميد. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس. انا حطيت برضو كيس فانيليا، ممكن تحطيه مع الشربات بس انا بفضل ان احطه في الوصفة نفسها. بعد ما قلبت كويس يا حبايبي هحط معلقة مية واحدة اهو، شايفين بصوا في الكوباية معلقة فقط واحدة. ليه؟ بتدي طراوة كده للبسبوسة وبتخليها طرية وجميلة جدا. انا معلقتين السمنة وكوباية الزبادي حلوين قوي على كوباية البسبوسة، بس المعلقة دي بتفرق، بتخليها كده جميلة وبتبقى كده مش ملكومة، وكمان بتبقى طرية وحلوة قوي زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. بعد ما خلصت شايفين القوام بقى بتاعها عامل ازاي. طبعا تكون انت بقى مجهزة صينية تكون مدهونة بالسمنة اهي زي ما انتوا شايفين اهي، دهنتها سمنة اهي كويس من الارضية ومن الجناب، وابتدي انزل بقى بمقادير البسبوسة بتاعتي في الصينية. بعد كده بقى تسويها بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده، واخبطها برضو خبطتين على الرخامة او اهزها. بصي مجرد ما تهزيها كده وتخبطيها خبطتين شايفين بصوا نعمت وبقت ساوت وبقت زي الفل. بعد كده بقى زوقتها بالمكسرات اللي تعجبك بقى. انا حطيت بندق مع زداني، ممكن تكتفي بالبندق، ممكن تعملها بزداني، ممكن بعين الجمل، ممكن بالكريز، اللي يعجبك التزيين اللي انت عايزاه تعمليه. طبعا دي حاجة حسب رغبتك انت. انا زي ما انتوا شايفين زينته بالبندق والسوداني. بعد كده بقى يا حبايبي ادي الصينيتين انا هدخلهم بقى الفرن زي ما قلت لكم على درجه 170 على الشبكه اللي في النص، ويكون الفرن سخن من قبلها ب5 دقايق. وادي يا حبايبي البسبوسه بتاعتي بعد ما استوت، وادي كمان الكيكه طلعتها هسيبها بقى تبرد قبل ما اقطعها. والبسبوسه بقى وهي سخنه كده هجيب برضو الشربات وهو سخن، لازم الاتنين يكونوا سخنين، وانزل بالشربات على البسبوسه. ما ينفعش تكون الشربات بارد ولا البسبوسه بارده، لازم الاتنين يكونوا سخنين. في ناس بتقول حاجة واحدة بس اللي تكون سخنة، لا لازم البسبوسة بالذات اي حلويات يكون حاجة باردة وحاجة سخنة، لكن البسبوسة بالذات لازم يكونوا الاتنين سخنين. بعد بقى ما وزعت الشربات، طبعا انا ما حطيتوش كله لان كميته كبيرة، حطيت نصه بس اهو زي ما انتوا شايفين. حطيته بقى في الصينيه شربت اللي شربته، وهسيب برضو الباقي كده اسيبهم حوالي 5 دقايق، وبعد كده ابتدي اقطعها تكون شربت الشربات اللي فيها. اهي يا حبايبي البسبوسه بعد ما شربت الشربات، وادي الكيكه بتاعتنا. نبتدي بقى كده نقطعها. هما اخدوا معايا في الفرن حوالي من 40 ل45 دقيقة زي ما انتوا شايفين، واستووا وخرجوا معايا زي الفل، لونهم جميل جدا. وادي الكيكة اهيت بتاعتي، شايفين علو ايه، وشايفين بصوا لونها الجميل دوت. طبعا لونها الجميل ده من البرتقال اللي احنا حطيناه فيها، فطلع لونها اصفر جميل. وشايفين عالية وجميلة ازاي وهشة جدا، شايفين بصوا قلبها حلوة قوي قوي، وطعمها جميل جدا، طعم البرتقال فيها رهيب.
وزي ما قلت لكم لو عندكم البرتقال اللي بتجففوه وتضربوه في الكبه دوت، هو لوحده برده كفايه يديكي نفس النتيجه. لو ما فيش وعاوزه بقى تعمليها اعمليها بمسحوق التانج زي ما وريتك. نقطع برده البسبوسه ونشوفها مع بعض. تتعاملي كده معاها بالراحه لانها بتبقى طريه جدا. شايفين الجمال ما شاء الله، شايفين ما بتلزقش. بصوا في الصينيه وطالعه القطعه بقطعتها ما شاء الله على الجمال. شايفين والله احلى من اللي بتشتريها من بره. شايفين شكلها، شايفين طريه وجميله ازاي، شايفين جمالها. ما تقولوليش بقى اللي بتشتروها من بره ولا اي حاجه. والطعم تحفه، مش عايزه اقول لكم على طعمها. اتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي وبالمقادير ديت وقولوا لي رايكم فيها ايه. ودي حبايبي الكيكه والبسبوسه اللي عملناهم النهارده. اتمنى يعجبوكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب واستنوني في وصفه جديده مع فريد.